عليكم، اهلا ومرحبا بكم. نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. اليوم غادي نحضر معكم بريوش بكريم باتيسير والتفاح بطريقه جديده ولاول مره. غادي نحضر معكم بالعجينه السحريه اللي ما عمرها شماتني، كتجي بحال القطن، خفيفه ما شاء الله وصالحه لجميع الفطائر. صدقوني جربوها، غادي تعتمدوها في جميع الفطائر ديالكم. عجينه يا سلام، زوينه بزاف، خفيفه وكتجي بحال القطن وما عمرها غادي تحشمكم. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بالضغط على زر لايك، وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فما تنسوش تضغطوا على زر ابوني او سبسكرايب، والارائكم واستفساراتكم خليوها لي في التعاليق. على بركه الله ناخذ المكونات مع طريقه التحضير. 400 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، معلقه ديال خميره الخبز او الخميره الفوريه مع القنص ديال السكر سنيده ما يعادل 40 غرام، شويه ديال الملح، خماره ديال الحلوى ما يعادل 8 غرام، 3 ديال المعالق ديال زيت المائده، كاس ديال الحليب. غادي نحتاج كذلك البياض بيضه والصفار غادي نخليوه للدهن، معلقه كبيره ديال الزبده وماء للعجن وجوج معالق ديال الخل. نعجنوا المكونات كلها مع بعض ما عدا الزبده اللي غادي نخليها حتى الاخير. من بعد ما نعجنوا العجينه مزيان غادي نوضع معلقه ديال الزبده ونعاودوا نعجنوها مره اخرى. يمكن لكم كذلك تعجنوها غير باليدين ديالكم، تجمعوا العجينه مع بعض وتخليوا العجينه حتى الاخر، عاد تدخلوا فيها ديك الزبده مزيان حتى كتدخل فيها وكتصبح على هذا الشكل. نجمعوا العجينه ندهنوها بشويه ديال الزيت ونخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. وفي هذا الاثناء غادي نحضروا كريم باتيسير اللي غادي نحتاجوا ليها كاس ديال الحليب، معلقه ونص ديال السكر سنيده، قليل من بودره الفانيلا، ممكن توضعوا كيس ديال السكر ديال الفاني. غادي نوضعوا 2 معالق ديال كريم باتيسير بودره. نخلطوا المكونات كلها مع بعض ونوضعوها على نار هادئه مع التحريك المستمر. من بعد ما نوضعوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتقال عندنا الكريمه على هذا الشكل، غادي نخليوها جانبا حتى تبرد تماما. وغادي نحتاجو كذلك التفاح اللي يكون متوسط الحجم، نقطعوه لشرائح اللي تكون رقيقه كما كتلاحظوا في الصوره. من بعد نضيفوا ليه 2 معالق ديال السكر سنيده وشويه ديال النكهه ديال الفاني او قليل ديال السكر ديال الفاني.
نحركوه مزيان حتى تلبس شرائح ديال التفاح بالسكر، وكنخليوه جانبا حتى كيذوب داك السكر، وكتصبح عندنا هاد الشرائح طريه اللي نقدروا نتحكموا فيها ونشكلوها كما بغينا، وفي نفس الوقت تعطينا واحد النكهه رائعه، شرائح ديال التفاح. من بعد ما كتبرد الكريمه ديال الباتيسير كتصبح على هذا الشكل. خفقوها مزيان حتى نرجعوها كما شفتوا في الصوره، حتى نتحصلوا على كريمه اللي تكون الملمس ديالها ناعم. ممكن تضربوها بالبغا ميكسور حتى ترجع كما شفتوا، او ممكن تخفوها غير باليدين ديالكم. بعد ما اختمرت العجين كنجمعوها بيدينا ونخرجوا ليها الويل اللي فيها. من بعد كنشكلوها كويرات صغيره كما كتلاحظوا معايا في الصوره. كويرات لازم تكون صغيره جدا لانها غادي تختمر وغادي تزيد تكبر اكثر. وكرر مرة أخرى، لازم الفطائر أو الكويرات يكونوا صغار بزاف. شكلوا كويرات اللي يكونوا صغار بزاف، لأنه مازال ملي غيختمروا غيزيدوا يكبروا أكثر، وفاش نزيدوا نوضعوا فيهم حفيرات الوسط كيوليو بحجم أكبر. والفطائر كل ما كتكون صغيرة كيكون شكلها زوين. بعد ما وضعت حفيرات الوسط داخل العجينة كنوضع كريم باتيسير وكنستفو شرائح ديال التفاح كما كتلاحظوا معايا في الصوره، وحده ورا وحده حتى كنشكلهم على شكل ورده. بالنسبه لي هاد الكميه ديال العجين عطاتني جوج ديال لاطات. لاطه الاولى كلها شكلتها على شكل ورود، واللاطه الثانيه شكلت نصف ورود، والثانيه غادي نوضع تفاح اللي غادي نزيد عليه شويه ديال الحبيبات ديال الشكلاط والزبيب او العنب المجفف. تنخليهم حتى كيختمروا وندهنهم بصفار ديال البيض اللي مخلط معاه الحليب. بعد ما ندهنوهم كندخلوهم الفرن على درجه ديال الحراره 200. الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت. بالنسبه اللي عنده الفرن ديال الغاز يشعل الفران فقط من التحت ويخليه حتى يسخن مزيان، وكندخلوا الفطائر ديالنا. بعد ما يتحمروا من التحت كنهبطوهم من الفرن عاود لتحت يتحمروا من الوجه ديالهم ونخرجوهم بالصحه والراحه. هذا كيكون الشكل ديال الفطائر بعد ما خرجناه من الفرن. هذه اللاطه الثانيه وهذه اللاطه الاولى. صراحه كيجيو زوينين وخفاف بحال القطن، ما تشبعوش منهم. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه. الى وصفه قادمه، دمتم في رعايه الله.